خطورة الرجاء في ماتش العودة من وجهة نظري، عشان طبعا كلنا شفنا فرقة الرجاء هنا في مصر. كلنا شفنا فرقة الرجاء وهي ضغط على النادي الأهلي في أول نص ساعة، وعملت صعوبات للنادي الأهلي، وحققت طبعا كان في جات لهم فرصتين، فرصة النهيري الفاول اللي الشناوي طلعها طبعا بصعوبة من تحت العارضة، وكرة محمد أزاريدو الانفراد اللي الشناوي بفضل الله أنقذها. فخلي بالنا كويس قوي إن لعيبة النادي الرجاء هتنزل هدفها كله إنها تحرز في أول 5 دقايق. من متابعتنا طبعا لماتش الذهاب، ففي نقط قوه بالنسبه للرجاء هي الضربات الثابته، خصوصا من محمد النهيري. واتمنى طبعا الاخبار المتداوله طبعا من المغرب ان محمد النهيري شد مع منذر الكبير، ومنذر الكبير بيفكر ان هو يستبعده. اتمنى ان هو يستبعده صراحه، لان بيلعب الفاولات، وبالذات الفاولات والضربات الركنيه بيلعبها بمهاره عاليه يعني. ف... وطبعا محمد ازريده في خط النص. فربنا ييسر الحال ان شاء الله، واول 5 دقائق بالذات تعدي ان شاء الله على خير، ما يكونش فيه ما يحرزوا هدف فينا ان شاء الله. نتيجه 2-0 الحمد لله نتيجه كويسه، لكن انت لسه ما وصلتش. الصعوب بالنسبه لي وبالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبته والجهاز الفني هو لما الحكم يصفر بنهايه بنهايه الماتش في الماتش العوده بكره ان شاء الله بوصولنا باذن الله. فنركز كده ان شاء الله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. تشكيل متوقع بقى للنادي الاهلي ان شاء الله الماتش الرجاء، في ماتش العودة بإذن الله. طبعا إن شاء الله لا بديل عن محمد الشناوي إن شاء الله، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني. بالنسبة لمحمود متولي أنا يعني هو طبعا هو هيلعب محمود متولي، بس أنا وجهة نظري أنا الشخصية أنا شايف إن ياسر إبراهيم يكون له دور أفضل من محمود متولي، خصوصا إن الرجاء هيكون خطورته كلها في الضربات الثابتة والكرة العرضية، وياسر إبراهيم ما شاء الله متفوق في القصة دي. فده بالنسبة لخط الدفاع. خط النص طبعا السولية مستبعد، فيها إن شاء الله هتبقى مروان عطية، حمدي فتحي، وديانج. هو هيلعب ديانج، هيلعب بالثلاثة دول، لأنه هيكون حابب إن هو يأمن خط نصه يعني. نيجي بقى في الحتة الهجومية، مش عارف بقى هل هو أحمد عبد القادر بقى فت وسليم هيلعبه ولا لأ. ما أعتقدش إنه هيجازف بيه ويلعب بيه من الأول. هو هيلعب بيرسي تاو يمين، وحسين الشحات شمال، وكهربا. فده بالنسبة للتشكيل المتوقع بالنسبة لي إن شاء الله. وطبعا أهم حاجة ربنا ييسر الحال، ولاعيبة النادي الأهلي تكون في تركيزها، ويكون ربنا موفقها. ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي إن شاء الله.